قلت لك اليومين اللي فاتوا ان جزء من المشاكل باذن الله داخل نادي الزمالك هتتحل، وفي محاولات قويه جوه نادي الزمالك لانهاء الازمه الماديه اللي موجوده. النهارده الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه كان في زياره لنادي الزمالك وعقد اجتماع مع كافه اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك. إيه اللي حصل في الاجتماع في اقل من دقيقه؟ مجلس الاداره وضح الصوره للدكتور اشرف صبحي، وان حجم الازمه الماديه اللي موجوده دلوقتي والمشكله الماليه اللي النادي بيمر بيها، والمجلس اكد ان هو مرحب بالحلول الخاصه بارض 6 اكتوبر، وان الوصول لحل وسط. وما وصلنا ان بشكل كبير جدا 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 قد يتم الاعلان خلال الايام القادمه عن ارض بديله لنادي الزمالك. قد يتم الاعلان عن ارض بديله لنادي الزمالك، والمجلس شرح للدكتور اشرف صبحي المشكله الماديه اللي موجوده والديون اللي على النادي ومشكله ايقاف القيد. والدكتور اشرف صبحي وعد ان هو هيحل وهيبقى فيه حلول المشكله الماديه ومشكله ايقاف القيد، واكد ان هو داعم لنادي الزمالك وان هو وسعي الجميع مجلس الاداره والدكتور اشرف صبحي لحل المشكله الماديه وحل ازمه ايقاف القيد اللي النادي بيمر بيها، وان النادي يكون متاح يجيب صفقات في يناير.